السلام عليكم ومرحبا بكم معنا الفيديو اللي غندير اليوم ان شاء الله. فكيف ما كتشوفوا اليوم كاين البرد، بحال عندنا ناقص درجه. فانا قلت احسن موضوع نقدروا نديروا اليوم فغنديروا على الماء ديال الرادياتور. فبقاو معنا. فقبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا خلونا نشرحوا بعض المسائل. فالماء ديال الرادياتور ما كتكونش غير من الماء بوحدو، فهو كيتكون حتى من واحد السائل اللي معروف عندنا في المغرب بسميه ديال لونتيجين. هذاك لونتيجين كيف ما كنشوفوا فهو كيكون في قراعي ديال الايتروناس 3 حتى ل 5. وهو معروف كتكون فيه الالوان، كاين الالوان، كاين الزرق، كاين الخضر، كاين الاحمر. فاحسن نوع كاين في السوق فهو اللون الاحمر، النوع ديال الجلطاج. هذاك الجلطاج فهو عنده سمعه مزيانه وفي مصاوب حتى التكنولوجيا مزيان، واخر ما كاين في السوق. فانا كنصح الناس ياخذوا داك النوع الاحمر الجلطاج اللي كان مكتوب فيه الجلطاج. فهاد لونتيجين فهو كيتخلط مع الماء. غير المشكل اللي كاين في انه ما كيتخلطش مع اي ماء، ماشي الماء عادي، الماء الصالح للشرب ولا الماء اللي كيكون عندنا في الدار اللي كنشربوه من الروبيني. فهو كيتخلط مع الماء المقطر. علاش الماء المقطر؟ فهو ما كتكونش فيه الاملاح المعدنيه. كيف ما كنعرفوا ان الاملاح المعدنيه هي اللي كدير الكالكار. فداك الكالكار راه خطر بزاف في الموتور. ف بصراحه كاين بزاف الناس اللي ما كيقول لك ماشي مشكل، حنا كنستعملوا الماء عادي وما عندنا حتى شي مشكل. ولكن هما راه ما عارفينش بزاف ان المشاكل اللي كتوقع في الموتور راه كتكون جايه من داك الماء عادي. علاش؟ لان داك الكالكير كيقدر كيخلق لنا الرادياتور، كيخلق لنا التيوات ديال الماء، وكيقدر كيخنق حتى الترموستات. وكيف ما كنعرفوا لا تخنقات الترموستات فهي كتبقى ديما محلوله، كيبقى ديما الموتور كيبرد في الموتور كامل. الموتور كيبرد بزاف، كيبقى عندنا الموتور ديما بارد. ولا الموتور فيه فاش كتسد ما كتبقاش باغا تحل، الموتور كيبقى ديما سخون. فحنا ما كنعرفوش هاد المشاكل جايه، فهي مشاكل جايه من واحد المسائل اللي هي بسيطه بزاف اللي خصنا نردوا لها البال. يقدر كاع يتخسر لنا حتى الجوانت كيلاص، او يقدر يتخسر. فالطوموبيل تقدر تولي تكونسومي بزاف، ما كيبقاش تاكسيليرا مزيان، وحتى الجهد تينقص لنا بزاف. فعلاش؟ شنو هو المهم اصلا من في هاد الماء ديال الرادياتور؟ شنو هو الوظيفه ديالو بالضبط؟ فالوظيفه ديال الماء ديال الرادياتور فهو يخلي لنا الموتور، يخليه كيخدم ديك الدرجه ديال 90 درجه. ما بين 90 يمكن طوموبيل كيما فيهم ديال 87 حتى ل 93. هذه هي الدرجه العادي ديال الاشتغال ديال المحرك ديال الطوموبيل. فالمهم ان المهمه ديال الماء ديال الرادياتور فهو يخلي لنا الماء ديال الطوموبيل ولا الموتور، الحراره ديال الموتور ما بين ديك 37 حتى 93. فهو داك لونتيجين عنده هو اصلا ديك المهمه انه يسخن الموتور بالزروه اذا كان مخلط مزيان مع الماء العادي. فداك الشيء علاش ان هاد المسائل هادو خصنا نردوا لهم البال. ولا ما كناش كان عندنا شي سؤال وما كناش عارفين بالضبط شحال خصنا نخلطوا ديال لونتيجير مع الماء المقطر، فكاين كلشي كاين في الكتاب ديال الطوموبيل. ولا ما كاينش في الكتاب كاين مكتوب عندنا حتى في القرا هنا كيكون شحال كيتخلط. واش بغينا ان الموتور ديالنا كيتحمل لينا ما بين درجه حتى لزائد 100 ولا زائد 110، ما بين 110 حتى ناقص 35. فهو داكشي كامل مخلط عندنا هنا، يا اما جوج يترونس ديال لونتيجير مع جوج يترونس ديال الماء المقطر. فهادشي على حسب هنا الطوموبيل، واش ديزل واش ايسانس، كيكون عندنا مكتوب شحال كنتخلط شحال كيتخلط. المهم بقاو معنا فانا غنوريكم دابا بالضبط كيفاش نرقبوا الماء ديال الرادياتور. فكيف ما كتشوفوا هنايا في كاين المحرك ديال الطوموبيل. فهنا كنشوف هنا كاينه قرعه ديال الماء ديال الرادياتور. فداك الماء ديال الرادياتور خصو يكون ديما ما بين هنا المينيموم والماكسيموم، خصو ديما يكون هنا ما بيناتهم. ولا كان عندنا عرض شويه المينيموم ننزلو شي شويه حتى الماكسيموم ماشي مشكل. غير هو مشكل ما خصوش يكون فايت الماكسيموم، حتى الا كان عامر الماء بزاف عندنا حتى لهنايا. الا كان عامر الماء بزاف لهنايا وخدمنا حنا الموتور في البومبه ديال الماء كتدفع هي الماء اللي كاين في الموتور، ولا دفعت الماء ديال الموتور واصلا عندنا القرعه عامره هنايا. فنقدروا نخسروا البومبه ديال الماء في الموتور، نقدر كاع الطوموبيل ما ديمارش نعبز ما ديماريش كاع. علاش؟ غير حيت القرعه الماء عامره كامله حتى لهنايا.
فداك الشيء علاش الماء خصو يكون ديما ما بين المينيموم والماكسيموم. و وشنو كاين هنا عندنا بالضبط عاوتاني، وحتى في الضغط عند دابا التيوات وهاد القرعه هنايا كيكون عندها واحد الضغط، وداك الضغط عنده حتى علاقه مع درجه الحراره. فالضغط اللي كيكون عندنا في التيوات هنايا كيكون عندنا ديما داك الضغط ما بين 1.3 بار حتى ل 1.5 بار. هذاك الشيء علاش هنا داك الضغط ديال اللي كيكون عندنا في التيوات ما خصوش يفوت 1.5. واللي مسؤول على هذا الضغط هذا فهي هاد الغطايه ديال قرعه الماء. فهاد الغطايه ديال قرعه الماء فهي براسها عندها واحد الدور. الا شفنا الشكل ديالها كيفاش داير، فهي مصابه بواحد الطريقه انها الا فات مثلا ولا عندنا الضغط بزاف في التيوات هنايا، هي انها كتبقى تمدد ولا كتقلص. فهمتيني، الا كان الضغط عندنا فات فاصلة 5 فهي بحال كتحل بواحد شويه اوتوماتيك راسها كتحل، ماشي المهم كتمدد بواحد الدرجه انها الضغط كيبدا يخرج ولكن عندنا الضغط ناقص شويه فهي كتسد تقريبا بوحده باش داك الضغط ديما كيبقى عندنا ما بين 1.3 حتى ل 1.5 بار. فداك الشيء الغطايه هذه خصها ديما تكون مسدوده بطريقه مزيانه، بالطريقه الصحيحه تكون مسدوده، ماشي بحال دابا الا كنا الا خشينا عوجه فما غيكونش عندنا الضغط هنا كاع في التيوات. فديما نكونوا خشينا بالطريقه الصحيحه هنايا. وهاد الغطايه هذه ديما نحلوها، بعدنا الحق نحلوها غير الا كان الموتور بارد. الا حليناها وهي الموتور عندنا سخون، من بعد كيف ما قلت لكم الضغط كيكون عندنا كبير، ما كنحلوها حنا كنحلوها والموتور سخون، فكلشي كيقدر يطرش عندنا، يطرش علينا الله يسر، ويقدر يحرق لينا هنا في يدينا ولا في وجهنا الله يسر. وهذا الماء ديال الرادياتور الا كان سخون فهو خطر على الجلده ديالنا. شنو نقدروا دابا نقولوا هنا عاوتاني، حتى بالنسبه دابا الا بغينا نبدلوا الماء ديال الرادياتور، الا بغينا نبدلوا الماء ديال الرادياتور فماشي مثلا غير نحلوا هاد التيو هذا اللي عندنا هنايا القدام في جهه الرادياتور، غنحلوا التيو لتحت كيهبط لينا واحد شويه ديال الماء، واحد اطرو ولا جوج اطرو، تنقولوا صافي حنا راه بدلنا الماء ديال الرادياتور. فماشي بحال هكا. الا بغينا نبدلوا الماء ديال الرادياتور فخصنا نحلوا التيو اللي هنايا ندير اللي كاين في الرادياتور، خصنا نحلوا حتى التيو اللي كاين في الترموستات اللي كاين هنا في الموتور. حتى هنا في الموتور هو براسو راه كتكون فيه واحد جوج يطرو حتى 3 يطرو ديال الماء ديال الرادياتور، وهنا القدام عندنا حتى هو واحد جوج يطرو حتى 3 على حسب الطوموبيل شحال كيكون فيها الماء ديال الرادياتور. فبعد ما كتمشي عند الميكانيسيين بعض المرات كيطلق لك غير الماء اللي هنا في الرادياتور، كتهبط لك واحد جوج يطرو ولا يطرو وتيقول لك صافي حنا راه بدناك الماء ديال الرادياتور. هو الموتور راه مازال فيه واحد جوج حتى 3 يطرو ديال الماء ديال الرادياتور. المهم كيف ما قلت لكم هنا مثلا بالنسبه لهذا الموضوع عندنا الترموستات باينه كنقدروا نشوفوها غير من هنايا. كاين شي موطورات اخرين صعيب باش توصل ليها، فنحلوا هذا التيو هذا ونحلوا حتى التيو اللي قبل الترموستات، حيت الترموستات كيف ما كنعرفوا الموتور كيكون سخون. فهي ف فبقاو معايا، فانا غنوريكم كيفاش نعبروا الضغط اللي عندنا في التيوات ديال الماء ديال الرادياتور. دابا الا بغينا نعرفوا واش عندنا شي فويت هنا في التيوات ديال الماء ديال الرادياتور ولا في القرعه هنا واش كتبيردي في شي بلاصه، الا كنا ديما تنزيدوا الماء بزاف عندنا هنا في التيوات تنقولوا ما عرفتش علاش انا خصني ديما نزيد الماء، ما عرفتش علاش بالضبط. فبالنسبه لك عندنا المشكل هذا فخصنا نعبروا حنا الضغط هنايا في القرعه ديال الماء ديال الرادياتور، خصنا نديروا الضغط باش نشوفوا من عندنا لافوت. وباش نعبر داك الضغط فحنا عندنا الماتيريال بالنسبه لهاد المهمه هادي. فاول حاجه غنحلوا الغطاء ديال الماء ديال الرادياتور غنحلوها. فكل طوموبيله وعند الادابتور ديالها. مثلا دابا الا عندنا الرينو، الا عندنا رونو كاين ادابتور ديالو، ولا كان عندنا الاوبيل، الا عندنا فولكس واغن، كل ماركه ديال الطوموبيل كاين ادابتور ديالو، حيت هما ما عندهمش ماشي كلهم عندهم نفس القرعه ديال الماء ديال الرادياتور. مثلا دابا الا عندنا الفولكس واغن كنستعملوا بحال هذا الادابتور هذا اللي هو اللي غيجي فوق منه هذا. وهنا نقدروا نستعملوا هنا شويه ديال لا بريسيون ديال الهواء ونقدروا نعبروها.
مثلا بالنسبه للحاله عندنا حنايا فما غنحتاجوش هاد الادابتورات هادو نحطوهم في الجنب، غناخدو غير هاد الادابتور هذاك حل وهذا غنخشيو عندنا في القلعه ديال المدار الادابتور. فانا صراحه باش كيعجبني هاد الادابتور هذا هو انه مثلا نبغيو نبدلو الماء ديال الرادياتور نحلو غير داك التيوات فين كاين الترموستات تمايا ونديرو ادابتور بحال هكا هنايا في القلعه ديال الماء، وهنا نجيبو لك عندنا شي كومبريسور ديال الهواء نخشيو له هنا التيو ديالو، نخشيو التيو هنايا وندفعو شويه الهواء فحنا غيخرج لنا الماء كامل بالزربه، والماء كامل اللي في الموتور غيخرج، وهكذا نقدروا نبدلو الماء كامل. المهم دابا لو كيف ما قلت لكم بغينا نعرفوا شي فويت عندنا في التيوات ولا كذا نديرو هاد الادابتور. حنا عندنا مثلا بومبا بحال هادي، ففي اللي ما عندوش بومبا بحال هكا يدير غير شي كومبريسور ديال الهواء ويعبر، حيت كيف ما قلت لكم هنا في التيوات ديال الماء ديال الرادياتور خص يكون عندنا ديما ما بين 1.3 حتى ل 1.5. فحنا مثلا غنديرو هكا وغنبومبيو، نديرو واحد الضغط ديال 1.5 ونشوفو نقدروا هنا نكونطرولو فين كيتبيردي الماء. الا شفنا الماء غادي كينقص فاحنا راه غادي نعرفوا راه داك الماء كيبيردي يمشي بلاصه والطرومبله هكذا واقفه ونقدروا نكونطرولو هكذا غير نشوفوا من الماء كيخرج ونقدروا نعرفوا واش فين عندنا الفويت. المهم دابا بقى معنا وحنا غنشوفوا المرحله الثانيه من الفيديو ديالنا. فانا بغيت نوريكم هاد الماتيريال هذا، فهاد الماتيريال هذا نقدروا نستعملوه باش نعرفوا مثلا شحال، مثلا الا بغينا نعرفوا الماء ديال الرادياتور ديالنا شحال كيتحمل من ديال درجات الحراره. فهاد الماتيريال ديال على الشكل هذا، فعندنا هذا نقدروا ناخذوا به شويه ديال الماء ديال الرادياتور اللي عندنا هنايا، كنقدر ناخذوا شويه هنايا بحال هكذا وغنديروا نقطه هنايا، وهكذا نقدروا نشوفوا غير بالعين ديالنا، نقدروا نشوفوا شحال الماء ديال الرادياتور شحال كيتحمل، شحال من ناقص درجه الحراره. وباش زوين هاد الماتيريال هذا نقدروا نستعملوه نعبروا به الماء ديال الرادياتور، الماء مثلا الماء ديال السوي كلاص، وحتى الماء ديال الباتري، الماء ديال الباتري اللي كنا نقدروا بغينا نعرفوا شحال كيتحمل، حتى هو نقدروا نديروه غير بحال هكذا، كدير شويه بحال هكذا وهنا تقدر تشوف غير بالعين المجرده شحال ان الماء ديال الرادياتور. مثلا بالنسبه لي انا هنا في الطوموبيل فهو كيتحمل تقريبا ناقص 44 درجه. فمثلا دابا غنوريكم هنا تقدروا تشوفوها بالضبط. دابا كون كدير الماء غير الماء عادي، ودابا مثلا دابا حنا بالنسبه لي هنا عندنا ناقص 4 درجات الحراره. دابا في هاد اللحظه كنصورها فيها فيديو عندنا ناقص 4. فدابا كون دير غير الماء عادي فهو غيجمد، ولا جمد ليا في الموتور فما غاديش ديماري الطوموبيل. البومبه ديال الماء غادي تجمد فيها الماء، غادي يجمد ليا الماء هنا، فانا ما نقدرش انا كاع نديماري الطوموبيل. داكشي علاش فهو لونتيجيل ضروري ما كيخليش الماء يجمد وما كيخليش الماء مثلا يفوت واحد 100 درجه. فداك الشيء علاش صراحه كاين بزاف المسائل اللي خصنا نرد لهم البال. فنتمنى نكون قدرت نوصل لكم بعض المعلومات. اللي عنده شي سؤال شي مشكل في الطوموبيل ديالو فيخلي لي ميساج ولا كومونتير في القناه ديالي على اليوتيوب، وانا ما امكن ان شاء الله غنحاول نجاوبكم. ومن الموعد جديد ان شاء الله نقول لكم بسلامه والله يعاونكم.